التقرير ده أكتر من رائع الحقيقة، وختام التقرير وعيك مسؤوليتك فعلا. احنا كمصريين لازم يبقى عندنا وعي وإحساس بالمسؤولية، وزي ما شفنا كل دول العالم متأثرة بنقص الطاقة والظروف الحرب اللي بيعاني منها العالم. بنقول الحمد لله، الحمد لله مصر ما زالت وستظل دائما بلد الأمن والأمان. يكفي ان احنا ما عندناش أزمة في أي سلعة لغاية دلوقتي، لا عندنا أزمة في المياه ولا أزمة في الكهرباء ولا في السلع الغذائية ولا أي سلعة. الحقيقة المصريين ممكن يعانوا منها. وده طبعا تخطيط مهم جدا لدعم دولة ودعم شعب. احنا متضايقين، ممكن انه نكون متضايقين من تخفيف الاحمال في الشوارع، لكن انا شايفه الحقيقه ان هو افضل من تخفيف الاحمال على المنازل. يكفي ان احنا قاعدين في بيوتنا في الاناره الطبيعيه ومرتاحين. ممكن نخفف احمال عن بعض الانشطه، الشوارع، الاماكن العامه. ده شيء مش مؤذي بالنسبه لنا، واعتقد دي مرحله مؤقته وهتمر لما الامور تستقر وظروف العالم كله يستقر. اكيد احنا بالطبع امورنا هتستقر، واحنا الحمد لله احسن من غيرنا كتير جدا جدا. نيجي على نفسنا شويه ونتعب شويه ونتعرض لضغوط شويه، بس في الاول وفي الاخر بنقول الحمد لله. الحوارنا النهارده مع عصافير صغيره ومواهب صغيره، لكن بتقدم مضمون كبير. بتقدم مسرحية النهاردة اسمها المخطوفة. أكيد إحنا كأسر مصرية بنخاف على أولادنا جدا في ظل الظروف المجتمعية اللي بتمر بيها البلد. في أطفال بيتخطفوا، في أطفال بيتم التحرش بيهم، وطبعا وسائل الإعلام والجهات المعنية بتلقي الضوء على القضايا دي، وبيحصل فيه توعية وبيحصل فيه عقاب طبعا للخارجين على القانون اللي بيمارسوا هذه الممارسات الشاذة ضد الأطفال. مسرحية المخطوفة هي مسرحية توعوية. ازاي الطفل يحافظ على نفسه من انه يكون مخطوف او من ان حد يتحرش بيه. ومش بيوعي الطفل بس المسرحية دي، لكن بتوعي كمان الأسرة، الأب والأم والأخوات يعملوا ايه مع الطفل. الجميل بقى ان اللي بيقدم المسرحية دي أطفال، اللي هم هدف المسرحية دي او اللي عايزين نوصل لهم الرسالة دي. اسمحوا لي اعرفكم بيهم، بعد كده نعرف مضمون ايه وتطلعاتهم وطموحاتهم واعمالهم وحاجات جميلة جدا. معانا الجميلة كارما وائل. اهلا بيكي يا كارما. اهلا بيكي. اهلا. ومعانا الجميلة برضو التانية كارما الباز. كارما وكارما، اهلا بيكي يا كارما. اهلا بيكي. اهلا. والجميلة ساندي احمد. اهلا بيكي يا ساندي. الحمد لله. نورتوني يا حبايبي. قولوا لي بقى، هناخد كده ايه واحده واحده نتكلم معاها. قولي لي ايه موضوع مسرحيه المخطوفه دي يا كارما؟ هي عبارة عن أطفال مخطوفين. حكايتهم بقى، يعني أنا مثلا دوري بيحكي عن اللي أنا اتخطفت وأنا صغيرة كده. معرفش أهلي، معرفش. ده دورك في المسرحية؟ أيوة. يعني يعني أنا أقدم واحدة فيهم. وبحاول أخرجهم وبحاول أدافع عنهم وكده. وبتحاولي تدافعي عنهم. وانتي دورك ايه يا كارما؟ أنا دوري واحدة كانت مع حد كنت برضو مخطوفة. بس كان في حد، احنا كنا مجموعة فهربنا منهم. بس احنا ما لقيناش اهلنا، وقعدنا يعني نجيب فلوس من الشارع وكده ونشحت منهم ونسرق. الناس اللي خطفوكوا خلوكوا تنزلوا الشارع تسرقوا وتشحتوا. ايوه، بس بعد ما هم خطفونا احنا هربنا. ايوه. فبقينا مع مش عارفين في الشارع، مش عارفين اهلنا. فبقينا في الشارع. فبقيتوا تتسولوا وتشحتوا. تشحتوا وتسرقوا. وانت يا ساندي دورك ايه في المسرحيه؟ انا المخطوفه. اتخطفت وبعدين بقى بعد حاجات كتير ما كنتش برضه اكل. واحده جت كانت الداده بتاعتنا. ما كنتش برضه اكل ولا اعمل اي حاجه.
وبعدين في الاخر اكتشفوا ان الداده دي تبقى مامتي. ياه. طب مين خطفكم بقى في المسرحية دي؟ حامد حنان. وحنان وميدو وبيبو ناس رجالته يعني يعني. بيخطفوا الأطفال زي آه. عصابة؟ عصابة. طب انتوا اكيد في مشاهد مشتركة بينكم صح؟ في مشهد انتوا حافظينه كده تقدموه لنا وانتوا قاعدين امارات كده على الكراسي، ديالوج او حوار؟ ماشي اوكي. طب هتقدموا لنا ايه دلوقتي؟ كأنكم على خشبة المسرح بالظبط، وكأنكم بتمثلوا المسرحية جزء كده صغير. ماشي. هتقولوا ايه؟ آه مين هيبدأ؟ يلا. هنعمل فكريها. طيب فكري كارما. هنعمل اللي هي اللي احنا اطفال الشوارع، عارفاه؟ هنبدأ من ايوه. اوبا على فين يا عسلية؟ وانتي مالك يا مخلبية؟ وبعدين انت مالك يعني؟ احنا ماشيين في امان الله. وبعدها بيحصل حوار. اصلا احنا جروب، يعني انا جروبي من 3 فكلهم يعني احنا 3 بنات. جروب. والخمس بنات اللي اتخطفوا بقى بينزلوا يبيعوا البضاعة. هما مجموعة فيها 5 بنات. انا مجموعتي فيها ولدين وانا. فاحنا بننزل كده ماشي، فبيحصل حوار ما بيننا. بتصطدموا ببعض يعني. بتختلفوا مع بعض. تمام. طب انت شايفه يا كارما اهميه المسرحيه دي ايه المهم فيها يعني؟ علشان الاهالي تشوفها ويهتموا بالاطفال بتاعتهم وما يخرجهمش لوحدهم كده في الشارع. ويمشيهم في الشارع، ممكن حد يخطفهم كده. وانت استفدتي ايه يا كارما من المسرحيه دي؟ اللي هو يعني ان الاسره تهتم بابنائها. يعني مثلا ما يقولهمش روحوا جيبوا حاجه، انزلوا لوحدكم. يروحوا معاهم ويخافوا عليهم اكتر. وانت يا ساندي؟ انا اساسا يعني كده بخاف انزل الشارع لوحدي. شاطره. وبعدين بعد ما عملت بعد يعني ما اتدربنا على المسرحيه كنت بقول لماما برضو ان برضو ما ينفعش حد، يعني انا وانا بمشي في الشارع بلاقي واحد عنده مثلا 5 سنين نازل يشتري حاجات لوحده. ببقى حاسه ان هو طب ليه؟ طب ما هو ممكن للخطر. طب ممكن اي حد وهو ماشي يخطفه ولا هيعرف يصرخ ولا يعمل اي حاجه. ده حقيقي. وبنشوف على النت فيديوهات لناس بتخطف اطفال ومش بيقدروا اهاليهم مش بيقدروا يوصلوا لهم تاني يعني. فالمسرحيه دي انا عارفه ان انتوا كلكم طبعا ال3 في سنه 4 ابتدائي. شطار بقى في المدرسه؟ الحمد لله. ولا التمثيل بقى واخد وقتكم وكسولين؟ طب بتحكوا لاصدقائكم واصحابكم في الفصل بقى عن المسرحيه دي، بتوعوهم تقولوا لهم ايه؟ بتحكوا لهم اكيد مش كده؟ بتقولي لهم ايه يا كارما؟ انا عن نفسي بخاف على اصحابي قوي. برافو. اللي هو بقعد اقول لهم ما تنزلوش لوحدكم، انتوا لسه صغيرين. بيعتبروا نفسهم سنه 4 ابتدائي دي مثلا اولى ثانوي. انا عن نفسي بخاف انزل لوحدي. لو نزلت يبقى معايا اخويا او بابا او ماما، حد من 3 او حد من عيلتي عامه. طبعا احنا عندنا امان وكل حاجه، بس مهم الحرص برضه، لان انت مش ضامنه تقابلي حد وحش، حد مش كويس، حد في عصابه، صح؟ لكن احنا الحمد لله بلدنا امن وامان. مين بقى فيكم بدأ التمثيل من البدايه؟ يعني نبدأ بكارما مثلا. مين اكتشف ان انت بقى شطوره في التمثيل يا كارما؟ انا كنت بحب التمثيل، يعني بتفرج على المسلسلات بقول لنفسي ايه ده، هما ازاي بيعملوا كده؟ ايه الناس دولت؟ هما بيعملوا ازاي كده؟ والناس اللي يعني وراهم دولت ازاي بيكونوا هاديين؟ مش الناس عادي بيقعدوا يتكلموا كده. راحت ماما ودتني مسرح الطفل المبدع. قعدت امثل فيه، مثلت مسرحيات كتيره منهم فيلم دهب، وعملت فيه دور دهب وكان طلع حلو جدا. انت اللي قلت لها عايزه امثل وهي ودتك مسرح الطفل المبدع؟ ايوه. انت اللي طلبتي؟ وقعدت فيه 4 سنين، وبقى ناس عزموني بقى،
وعملت عرض كده مع ساندي وقابلت ساندي ورحنا وعملنا مسرحيات. وانتي بقى يا كارما بدأتي امتى التمثيل ومين قال لك انت شطورة في التمثيل؟ بصراحة انا في الاول ما كنتش راضية ان انا يعني اروح التمثيل. بس بصراحة يعني صحابي قالوا لي اللي هو انت روحي، انت كويسه ماشي. ومامتي قالت لي كمان يعني جربي، لو ما عجبكيش نروح حاجه تانية انت بتحبيها. جميل. بس ما مثلتيش قبل كده غير في المسرحيه دي؟ صح. وانت يا ساندي؟ انا في الاول ماما كانت عندها بنت وولد، والولد ماما كانت في الاول كانت بتقول لاختي انا هقول لك 3 حاجات وانت تختاري ما بينهم، تمثيل، مسرح، او سباحه او كاراتيه. فهي بصراحه اختارت الاعلام، اختارت حاجه تانية خالص. واخويا اختار اللي هو الكاراتيه. بس بصراحه انا بعد ما كبرت ماما قالت لي اختاري حاجه من ال3 دول. فانا بصراحه ما كنتش حابه السباحه قوي، ما كنتش عايزه اللي هو بشرتي تسمر قوي. وبرضه ما كنتش بحب الكاراتيه. فاخترت المسرح. راحت قالت لي متاكده؟ انا قلت لها فعملت اول مسرحيه كانت مسرحيه رحله عجيبه مع اروع الدوره وعمرو عاطف. كانت على مسرحيه الهسابير، كانت رحله عجيبه. وتاني مسرحيه عملتها مع كارما، عملتها وسع للترند على ساقية الصاوي مع المخرج والمؤلف مصطفى الحريري. ودلوقتي بقى بدأنا في المخطوفة، وهعمل برضو مسرحية تانية في المدرسة اسمها مستر عتيق. اتدربتوا بقى على مسرحية المخطوفة ولا لسه التدريبات مستمرة؟ احنا بنتدرب وبرضو لسه مستمرة. مين بيدربكم؟ المخرج مين اللي بيدربكم؟ كريم حسين. والمؤلف محمود الدسوقي. بتتدربوا فين بقى؟ بنتدرب على مسرح. في الاول احنا اتدربنا في استوديو وسط البلد. تمام. انتوا المفروض تقدموا المسرحيه دي فين بقى؟ في مسرح الحياه. طب قولوا لي انتوا طبعا في المدرسه بيبقى في نشاط مسرحي مش كده؟ ايوه. انتوا مشتركين كمان في النشاط المدرسي في المسرح المدرسي؟ انا هو طلع انجليش كده، كنت دور بطوله فيه برضو. كنت لسه عاملاه بس لسه الميس لسه ما وريتهوليش. جميل. وانتي برضو يا كارما وساندي بتشتركوا في المسرح المدرسي؟ احنا كلنا بيست فريند على بعضينا، بس كارما عرفناها من الفرقه القوميه. جميل. وان شاء الله تبقوا بيست فريند على طول. كل واحده تقول لي بقى نفسها تطلع ايه لما تكبر. يلا نبدا بكارما. نفسي اطلع ممثله برضو. ممثله. ودكتوره اسنان. يعني تبقي دكتوره اسنان وعندك هوايه برضه التمثيل او يعني وانت يا كارما؟ انا نفسي اطلع دكتوره بيطريه، او ان انا مثلا اطلع مثلا في هو الفرقه القوميه اكون شاطره فيها يعني. ممثله برضه. بتحبي الحيوانات زي يعني دكتوره بيطريه. وانت يا ساندي؟ نفسي اطلع مرشده سياحيه. الله تتكلمي عن سياحة بلدك بقى وأثارنا الجميلة. طبعا. عموما أنا سعيدة بيكم جدا وسعيدة بالمسرحية الهادفة، مسرحية المخطوفة اللي بنوعي فيها أطفالنا إنهم إزاي يحافظوا على نفسهم وما يتعرضوش للخطف أو لأي حاجة وحشة. فيها أغاني بقى المسرحية دي؟ فيها استعراضات. حافظين اغنيه منها؟ بصراحه واحنا مش حافظينها بس احنا عارفين يعني ازاي نعملها. مش حافظين اي اغنيه تغنوها مع بعض نختم بيها لقائنا؟ انا بقول اغنيه المستحيل وهم بيبقوا قاعدين. طب انت حافظاها يا ساندي؟ طب يلا نغنيها نختم بيها لقائنا. يلا. المستحيل مش في القاموس، وانا مش هسيب الحلم قبل ما احققه. قصص التاريخ بتقول دروس عن اللي عاشوا بيحلموا بيصدقوا. لو كل سور كان بعده سور، انا نفسي اطول من التعب ومن الطريق. شايفة في آخر السكة نور، بصبر وعافر كل ما الأيام تضيق.
انتوا الحياة وأملنا فيكوا، لو مرة تهنا نبص بعيونكم نشوف. انتوا الحياة وبكرة ليكوا، وبعد الألم جاي الأمل، الكلمتين نفس الحروف. برافو برافو يا ساندي، جميلة، أغنية جميلة وصوتك حلو ومعانيها جميلة جدا جدا. أنا بشكركم جدا، بشكر الجميلات اللي نورونا النهارده في الاستوديو، كارما وائل وكارما الباز وساندي أحمد، نورتوني حبايبي. وإن شاء الله كده تكونوا متألقين دايما وتقدموا مسرحية ومسرحيات بقى، مش مسرحية واحدة، مسرحيات جميلة متميزة. بشكركم جدا. مشاهدينا كده وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من صباح القاهرة. وفي النهاية بأرسل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإخراج ريهاف إبراهيم ودعاء كامل ومحمد زرد، وطبعا أسرة الإعداد أمنية الشيمي وأمل عبد الله، ومديرة التصوير إيمان نجيب. ولكم مني دائما وأبدا أرق تحياتي عبير محمود. إلى اللقاء.